بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بتجدد الموعد معكم من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير، وعلى مدار ساعة و10 دقائق يكون البرنامج من قناة القرآن الكريم يبث وندخل بيوتكم بفضل الله تعالى للتمعن في قضاياكم والاستماع إلى خلافاتكم ونزاعاتكم، ونعرض عليكم أفضل الحلول ألا وهو الصلح. والصلح خير. يرحب بكم هذا البرنامج مجددا مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. قبل بداية البرنامج أشكر الزميلة نصيرة مزهود على إنابتها لي في فترة غيابي في 3 حلقات من برنامج والصلح خير، وأتمنى أن تكونوا قد قضيتم معها أطيب وأفيد الأوقات. نرحب بكم مجددا ونرحب بتواصلكم معنا، نرحب بكل من يتصل بنا ويتواصل معنا وكل من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية المسلمة بالمهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. قبل ذلك نستفتح هذه السهرة المباركة، سهرة الصلح، للترحيب وبالترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح. السلام عليك دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ يسأل الله لك القبول إن شاء الله دكتور. يعني بعدما وفقك الله عز وجل لأداء مناسك العمرة، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك إن شاء الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله القبول لجميع من اعتمر معك إن شاء الله، ووفقه الله عز وجل لزيارة الحرمين الشريفين. وأسأل الله التوفيق للجميع وأن ييسر زيارة الحرمين لكل من طاقت نفسه وتاق قلبه لزيارة الحرمين الشريفين. مرحبا بك. إن شاء الله. شكرا دكتور. إن شاء الله ما يحرمهم من رؤية الكعبة الشريفة ومن الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. دكتور، ورؤية الكعبة بالنسبة لي كانت لا أستطيع وصفها، ولكن كان هذا السؤال الأول اللي حبيت نطرحه في أول رؤية لك للكعبة المشرفة زادها الله تشريفا. وكأنني ولدت من جديد دكتور. الله يبارك. إن شاء الله جديد إن شاء الله. إن شاء الله عمره بالعودة إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. إذا عدنا إليكم والعود أحمد. من خلال هذا البرنامج اشتقت إليكم ودعيت الكل من اتصل بنا وكان عنده هم مشكلة، وقلت يا ربي إن شاء الله فرج عليهم في أقرب الأوقات. تمسكوا بالدين وبالقرآن وتمسكوا بهذا الرجل المصلح دائما الذي يقوم بنصيحة كل من يسأل عن نزاع أو خلاف أو قطيعة أو هم. إذا دائما نبدأ هذا البرنامج، قلت قد رحبت بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. الكلام دائما نتحدث فيه من خلال هذا المباشر دكتور عن الصلح وعن فضل الإصلاح بين الناس. دكتور، الصلح هو نعمة ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة. انشراح صدر المصلح لذلك العمل وقبول الناس لإصلاحه وإصغاؤهم لكلامه وكذلك أخذهم برأيه إنما هو من فضل الله. ما رأيك فضيلة الدكتور في بداية هذا البرنامج؟ تفضل. لك الفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسوان لا سلام نوان ذي ذويل تنوان والصلح خير، أما دخن تمورث أما برا إثمورث. نعم، الصلح نعمة كبيرة لا يعرف قيمتها إلا من ذاقها مصلحا أو ذاقها متصالحا. نعم. وفي الحالين معا يتذوق نعمة الصلح. أشكرك على هذه المقدمة اللطيفة التي صدرت من القلب وتتغلغل في قلوب الناس. ثم أن المصلح ينشرح صدره يقينا لقبول الناس لنتائج الصلح. نعم. بعد تعب وبعد لأي كبير وبعد جهد كبير. طبعا رجاء المصلح أن يرى نتائج الصلح
أن يرى الثمرات، أن كما قال رب سبحانه عز وجل في القرآن الكريم قال والصلح خير. فهذه الخيرية يتذوقها رجل الصلح وامرأة الصلح أيضا عند فض النزاع، عند اجتماع القلوب بعد افتراقها، عند اجتماع الأقارب والأرحام بعد انقطاع الرحم. يحل السلام محل الشقاق، يحل السلام محل النزاع. هذه نعمة ونعمة كبرى، أسأل الله دوامها وتمامها. ولكن لا أخفيك سرا يا أختي نجاة، أنه في هذه السنوات الأخيرة نلاحظ جملة من الظواهر المحزنة حقيقة. بقدر ما نرى ونبصر يعني ظواهر مفرحة تزرع السعادة في القلوب وتزرع وتبعث الطاقة في قلوب العاملين والعاملات، ولكن في المقابل هناك ظواهر سلبية في مجتمعنا هي دخيلة علينا، غريبة علينا، غريبة على ديننا الحنيف الذي يدعو إلى الصلح والتصالح، وغريبة على أصالتنا، سواء تعلق الأمر في الجزائر أو في الأمة الإسلامية قاطبة. ما هي هذه الظواهر؟ من أهم هذه الظواهر الخطيرة المحزنة ظاهرة تعطيل الصلح، بمعنى هناك مساعي الصلح، مراحل. ويأتي بعض الناس هداهم الله حتى من أناس يفترض أن يتعاونوا مع رجال الصلح، ولكن من هؤلاء الذين ينتظر منهم الدعم، ينتظر منهم التفهم، نجد من بعضهم التعطيل والعرقلة كما يقال في القانون مع سبق الإصرار والترصد. هذه أنبه إلى هذه الظاهرة السلبية بالمنهج النبوي الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما بال أقوام. ظاهرة أخرى أيضا محزنة وهي نقض الصلح بعد حصوله. يحصل الصلح بين الناس، ولكن بعد ذلك يعني أحد المتصالحين ينقض ذلك الصلح ويرفضه جزئيا أو جملة وتفصيلا. هذه ظاهرة أخرى أيضا محزنة. أدعو أبطال بين قوسين هذه الظواهر المحزنة أن يعودوا إلى رشدهم لنتعاون جميعا على البر والتقوى، ومن البر والتقوى تجذير الصلح فينا وفي مجتمعنا. نعم. بارك الله فيك دكتور سعيد بوزيري. نتمنى يعني أن كل مشاهد يستفيد من كل ما يقوله فضيلة الدكتور من خلال هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لك أيها الرجل المصلح. أطال الله في عمرك وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. قبل ذلك أذكر المشاهدين الكرام بالأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة بين الحين والآخر، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. إذن دكتور، حلقة اليوم عنوانها المقايضة. هي معاملة من المعاملات القائمة في السوق. السؤال الذي نطرحه في بداية البرنامج بالنسبة لهذا الموضوع وهو مدى مشروعية عقد المقايضة. فضيلة الدكتور تفضل. لك الفضل. موضوع اليوم إذن كما قالت أختي نجاة المقايضة. السادة المشاهدين، نحاول نعطي لكم خلاصة عن هذه المعاملة لتستوعبوها جميعا. أولا هذه المعاملة المقايضة من المعاملات التجارية القديمة جدا على مستوى العالم أجمع. فهذه المقايضة ما معناها؟ معناها بيع سلعة بسلعة. هذه المقايضة، هذه المعاملة استجابت كثيرا لمصالح الناس، خاصة في القدم حينما كانت النقود قليلة. النقود يعني سك النقود هذا أمر قديم، أمر يعني نادر. زمان قل من يملك هذه النقود. إذن الشريعة استجابت لهذا الأمر،
أجازت معاملة المقايضة، بيع سلعة بسلعة. قد تكون هذه السلعة من نوع واحد، وقد تكون من نوعين مختلفين. وأعطي لذلك أمثلة. مثلا واحد عنده قطعة أرض، والآخر عنده مثلا مسكن. نعم. يجي صاحب قطعة الأرض يبيعها لصاحب المسكن، ولكن عن طريق التبادل، عقار بيع مقابل عقار. يقول نبيع لك قطعة أرض نتاعي، نعم، أنت تبيع لي المسكن نتاعك. نعم. ما تعطي لي دراهم ما نعطي لك، يعني ما كانش هذا النقود. كاين مقايضة، كاين تقايض، تبادل سلعة بسلعة. نعم. هنا نوع واحد، وممكن يكون نوعين مختلفين، عقار بمنقول. يجي واحد مثلا يقول نبيع لك المحل التجاري نتاعي بسيارة. إذن صاحب السيارة منقول، وصاحب المحل التجاري عقار. نعم. يتبادلوا، هذا يبيع لهذا، بيع السلعة بسلعة. وممكن أيضا كما كان يصير زمان عند أجدادنا، يبيعوا التمر بالزيت. يروحوا مثلا أجدادنا يديوا الزيت، نعم، الغلة، نعم، ويبيعوا الزيت بالتمر، يشريوا نعم. التمر. نعم. ما كانش دراهم بيناتهم، سلعة بسلعة. ولا القمح بالشعير، نعم. أو الشعير بالزبيب، يعني سلعة بسلعة. نظام المقايضة مشروع تسري عليه أحكام البيع. ومن الأدلة التي تثبت مشروعية هذه المعاملة قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن بيع حلال. أمر آخر، أن ما ذكرته من أمثلة هذه ليست من الأجناس الربوية، ليست من الأموال الربوية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، نعم. إلى أن يقول: وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. علاش عطى هذا الحديث؟ باش نقول أن هذا الحديث لا ينطبق على ما ذكرنا، فتبقى تلك المعاملات، يعني معاملة المقايضة، مشروعة تماما، ليس فيها حرج. وعندها شروط، من أهم هذه الشروط: الشرط الأول أن تكون السلعتان مباحتين، لازم تكون الإباحة في هذه وفي هذه. الشرط الثاني أن تكون السلعتان مملوكتين لصاحبيهما، يعني واحد يبيع ما يملك، يتصرف فيما يملك. الشرط الثالث أن يقدر كل من المتعاقدين على تسليم السلعة التي يملكها للآخر ليتم هذا التبايع، وهذا أمر مشروع. هذا من ناحية الشرعية. ومن ناحية القانونية نجد في القانون المدني الجزائري، أرنا في قناة القرآن الجزائرية إذا نتكلم على القانون نتاعنا، ومعظم قوانين الأمة الإسلامية طبعا تبيح، بل كل القوانين في العالم الإسلامي، وكذلك في العالم الغربي أيضا نجد قوانين كثيرة تبيح مثل هذه المعاملة. إذن القانون المدني الجزائري في 3 مواد: المادة 413 414 415. المادة 413 تعرف المقايضة، هذا العقد يعني، وتبيحه من ناحية القانون، تجيزه. المادة 414 تجيز اختلاف القيمة، يعني هذه السلع نتاع المقايضة ممكن يكون متساويين في القيمة، ممكن يكون مختلفين. إذا كان واحد باع مثلا سيارة بشاحنة، الشاحنة تسوى 200 مليون والسيارة تسوى 150 مليون، صاحب السيارة يعني السيارة 150 مليون، وصاحب الشاحنة تاعو 200 مليون، لازم يزيد له 50 مليون. معناه يجوز تعويض ذلك الفرق. هذا نص عليه المشرع الجزائري في المادة 414 من القانون المدني. معناه أخذ هذا الحكم من الفقه الإسلامي، سواء الفقه المالكي الذي يمثل المرجعية الفقهية في الجزائر أو المذاهب الأخرى. والمادة 415 تنص على أنه تسري أحكام عقد البيع على المقايضة،
حسب طبيعتها. نعم. يعني أحكام البيع تسري على المقايضة، هذا هو المنصوص عليه، أهم ما نص عليه في المادة 415 من القانون المدني. إذن في النهاية نقول المقايضة مشروعة في الشريعة الإسلامية ومشروعة في القانون. باختصار في دقيقة واحدة باللغة الأمازيغية. الديني المقايضة كشو المعنى الذي زيك، يعني ذي زيك يكون جود نغات خدما المعني وتسغنار السلعة سوذريم، خاطر ذي الزمان يخص وذريم أتفض التجار ذي المثال هذا وين الزيت أداغن تسمر هذا وين الزيت هذا فكن الزيت وين يسعان يرذن ثمزين أسندي الزنز يرذن ثمزين صافي وقاد يفك الزيت نغا زمور وين غادي يفك ثمزين نغير ذن نغ تسمر نغ زفيف نغا شاد يفك. يعني المقايضة سلعة بسلعة، وثقي من التيسير. معنى الشرع الإسلامي يسر على الناس، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، مش كما العبادة الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص. وكذلك التيسير على الناس إمذان حواج ليسر، لذلك شرعي النغ تجوز إمذانا باش هذا غنى الزنزن سلعة بسلعة، ما ولا شي ذريمن مما استغاسرني ذريمن زمرنا زنزن سلعة بسلعة. ذو أكيد الموضوع نغذا السنتل بوسا الحصة والصلح خير. بارك الله فيك دكتور. مهم جدا أن نفهم هذه القوانين التي تدير المقايضة، واشتقت للجلسات الصلح التي يعقدها فضيلة الدكتور سعيد بويزري في قناة القرآن الكريم وفي برنامج والصلح خير. فاصل ثم نعود لمواصلة النقاش ولاستقبال مكالماتكم. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@ontv.dz، أو عبر موقع الدكتور سعيد بويزري www.buizri.net. كما يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية: 021 37 42 87 021 37 45 64. إذا نتواصل معكم في موضوع المقايضة. قبل استقبال مكالماتكم عندنا قضية السيد خالد من العاصمة من منطقة زغالدا. يقول: عرضت محلا تجاريا للبيع، فجاءني من يعرض علي مسكنا في عمارة على سبيل التبادل، وعلى أن يعرض المحل والمسكن للتقييم، ويعوض أحدنا الآخر الفارق في القيمة. بعد إخضاع المحل والمسكن للخبرة من أجل التقييم، تبين أن محلي التجاري يفوق مسكنه بقيمة 700,000 دينار جزائري. رفض صاحب المسكن تعويض الفارق، فما هو الحل الشرعي والقانوني لهذا النزاع؟ دكتور سعيد بويزري. خالد من زغالدا. قبل ذلك دكتور، يرفع على مسامعنا آذان صلاة العشاء، فلنستمع. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. يقول سعيد، نعود دكتور بعد قليل، نعود إلى خالد من زغالدة. قبل ذلك تتصل بنا، نأخذ أول اتصال على بركة الله من العاصمة. تتصل بنا السيدة وهيبة. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك وهبة في برنامج والصلح خير وفي هذا المباشر. وهبة، عندك قضية، مشكل، نزاع، خلاف، نحن نستمع. نعم. نعم تفضلي. رحت المشكلة على الأستاذ كريم. نعم. نحن في نزاع على قطعة أرض. نزاع على قطعة أرض. نعم. قطعة أرض. قطعة الأرض هذه مولاها هو الشيخ تاعنا رحمه الله. نعم. وخلى أربعة زوج بنتين وولدين. نعم. منهم زوجي وأخوه توفاو، واحد توفى 2010 وأخوه توفى في 2011. نعم. ففي قعدوا البنتين الأخواتات. بنتين. نعم. عرفنا باش نقسموا الميراث اللي خداه الشيخ تاعنا، الوالد تاعهم. نعم. خرجنا درنا الفريضه. درتوا الفريضه. نعم. خرجنا الدفتر العقاري. نعم. وللاسف الدفتر العقاري خرج بالتساوي. شيع على كل واحد منهما 1 على 4 1 على 4. الدفتر هذا خرج بالتساوي سيدة وهبة. نعم. بالتساوي. واحنا قمنا باجراءات باش نديروا التصميم على بالتراضي وليس بالتساوي. بالتراضي وليس بالتساوي. نعم مفهوم. حنايا القضيه وصلناها باش نخرجوا من الشيوع. دونك المحامي اللي كلفناه حنايا مثلها مثل اخت الزوج تاعي. نعم. مثلنا هي خرج القرار من المحكمه، عينوا خبيره عقاريه باش تخرج للتغطيه وتشوف الارض. اولا احنا الخبيره هذه ما استدعتناش اليوم اللي خرجت فيه باش الخدمه تاعها. نعم. ما خدمناش مع حناها. نعم. استدعتنا في المكتب تاعها وقالت لنا بلي فوالا اللي مستدعيتكم باش نقول لكم بلي فوالا يعني بلي اني خرجت الارض هذه وراني شفت بلي كوا خص على واش كاين ديكلاري في السونسي بارابور واش لقات في الاخر. لقات مساحه ناقصه. نعم. قالت لك هذه المساحه ممكن تكون داتها الدوله دات فيها طريق. صح انا في الرابور تاعي نقول هذيك القطعه بليتو لو مونك هذاك جو في لو سيتي في المون رابور باش تعوضكم الدوله. تعوضكم. نعم. عاودنا الدوله
انا وقعت يعني على اساس ونقولها ونعاودها، على اساس باللي نديو على حسب الفريضه، على حسب واش قال ربي سبحانه. كان توقيعك على حسب الشرع يعني. يعني نعم. انا يعني من باب التوقيع تاعي، من باب انه القسمه تكون شرعيه. نعم تكون شرعيه. نعم. دونك انا صافي لما بديت الاجراءات كانوا عندي 3 خلالي زوجي، خلالي الله يرحمه 3 ومرت خلالي 3 بنتين وولد والولد. دونك صافي كنا بدينا الاجراءات باش نديروا الطاطاج هذايا. بنتي كانت قاصره، دوك راهي عندها 19 سنه. اي كانت صغيره دوك 19 سنه الله يبارك. نعم. سالتنا الخبيره العقاريه قالت لي ولادك شحال تعمرها؟ قلت لها بنتي عندي بنتي صغيره تعمرها 12 سنه، وليدي عنده 16 وبنتي الكبيره عندها 19. نعم. قلت لي ماذا يا مدام لازم تجيبي بنتك توقع لك، توقع يعني دوكا راهي اباجور لازم توقع. دونك صافي انايا ما حبيتش ندير بنتي باش توقع على هذه القسمه. انا لست راضيه بهذه لأنك نعم لانها ليست شرعيه في رايك. لا ليست شرعيه. ماشي حق، هذا ماشي حق. هذا يعني وبعد المحامي يقول لي علاش ما قبلتيش قبلي وكيفاش قطعه يعني واش راح يصح لك المساحه هذه مليحه. قلت له يا استاذ راك غلط 100%. انا ماشي قضيه ما قضيتش طمع ولا قضيه حبيت ندي زياده ولا حبيت ندي نقصان. هذا حق هنا سيدي ربي. الجميع يخضع حق اليتامى. نعم فهمتك. الجميع يخضع للحكم الشرعي وليس للقرار هذاك اللي خرج لكم بالتساوي. يعني انا حبيت نقول الاستاذ يعني تفضلي سؤالك. انا راني على صواب ولا راني على خطا؟ نعم. هل انت على صواب او على خطا؟ او على خطا. بارك الله فيك. شكرا. نعم. سيدتي الكريمه. نعم. ويقولوا لي بان حنا لازم قبلي لاخاطرش الزوج تاعك كان حي حنا وافقنا له باش بعنا الدار تاع الوالد تاعنا وشرا الارض وشرا. انا قلت لهم وشرا لك الدار. قلت لهم انايا هذاك الوقت كنت متفاهمين مع خوكم، انا ذاك خوكم مات، دونك انا راني مسؤول على هذه اليتامى وحق هذه اليتامى. نعم يعني حبوا يضغطوا عليك سيده وهبه. يعني هذا الموضوع حنضغطوا عليها كيفاش لازم حنا سمحنا له كيما شرا الدار. نعم. انت ثاني مشينا في التقسيم هذايا. نعم واضح. انا يعني مش قلت لهم هذه خطيئه اداريه نصلحوها يعني كما نقولوا ان شاء الله تتصلح. ان شاء الله تتصلح. انا بس اتصلت بالعقار قالوا لي بلي لازم على دوموند دي فيريتي وبيان باغ ان جوجمون. نعم. قالوا لا دوك الاخر الدفتر ما يتعاودش و سا با برون دو طون و tu vas perdre de l'argent و tu vas perdre ton temps et tout ça. Donc là maintenant je m'en fous. Ça prend le temps que ça prend. معليش سيدة وهبة الملف إنه أمام دكتور سعيد بويزري في طاولة جلسة الصلح من برنامج الصلح خير. ما تنقطعيش عن مشاهدة البرنامج وراح تسمعي لكل الإجراءات ولا التوضيحات والتوجيهات اللي يفيدك بها الدكتور من البرنامج. قبل النظر في قضية سيدة وهبة دكتور، تكلمنا على السيد خالد من زيغالدا اللي يقول عرضت محلا تجاريا للبيع فجاءني من يعرض علي مسكنا في عمارة على سبيل التبادل. تفضل دكتور. نعم. لا خالد من زيغالدا، قضيتك في صميم موضوع اليوم اللي هو المقايضة. طبعا أنت عندك محل تجاري عرضته للبيع. نعم. وجاءك من يعرض مسكنه اللي في العمارة أيضا للبيع. والله يبارك متفاهمين، أنت بغيت تشري سكنه هو بغى يشري محل تجاري. واتفقتما على أن يعوض أحدكما الآخر الفارق في القيمة بعد عرض المحل التجاري والمسكن للتقييم من قبل الخبير المختص. نعم. هذا إجراء شرعي قانوني 100%. طيب سيدي، ولكن ماذا حصل في النهاية؟ نتيجة التقييم الاستيماسيون اللي اندارت أن المحل التجاري نتاعك يفوق قيمة المسكن نتاع المتعاقد معك بفارق 700,000 دينار، يعني 70 مليون سنتيم. الآن نعطيك كاع الحلول. الحل الأول
أخاطبه هو. إذا كان أراد الطعن في هذا التقييم عنده حق يطلب الخبرة المضادة، هذا حقه. نعم. يقول لك لا التقييم تاع الخبير اللي قال باللي المحل تاعك أغلى من مسكني ب70 مليون مانيش مقتنع به، هذا حقه. إذا كان طلب هذا يا سي خالد لازم تقبل، لأنه هذا هو العدل وهذا هو مبدأ الإنصاف. طيب، أما إذا كان لم يعارض هذا الفارق من القيمة في القيمة، ولكن المبدأ في حد ذاته يقول لك أرفض باش نزيد لك ولا شيء، هذا غلط من قبله. لماذا؟ خالف الشرع وخالف القانون. القانون أيضا. خالف الشرع اللي كان اتفاق بيناتكم في البداية كي درتوا المقايضة، تفاهمتم بعد ما تعرضوا السلعة نتاعكم المبيعين معا على الخبير المختص، اللي الفارق هذاك يخلصوا هذاك الشخص اللي لازم يخلصوا. طيب، لو كان جا العكس، لو كان المسكن أغلى من من المحل التجاري، أنت تزيد له. ما دام الآن المحل التجاري نتاعك أغلى، لازم هو يزيد لك 70 مليون. إذن الشرع يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد بيناتكم. وزيد حتى بالجزائرية بالأصالة، الراجل يتحكم من لسانه بالكلمة. دائما تقولها دكتور. لماذا؟ لأنه والله الواحد يتأسف نهار اللي كان عند الكلمة عندها وزن ما كاينش مشاكل كيما هذه. كاين مشاكل لكن مش درك كارثة يعني. الآن يقول لك ثقة في الوثيقة دكتور. والله ما بقى ولا شيء غير الثقة. حتى الوثيقة دكتور. نعم، حتى في الوثيقة ويطعنوا فيها وروح وسنوات وسنوات. في النهاية اللي يخاف ربي والله الله يبارك. ايش الإنسان ممكن يغلط؟ اللي يخاف ربي يعتذر أمام الجمهور وأمام الناس وأمام العالم. اللي ما يخافش ربي والله دير له كيما حبيتي، يبقى دائما يتمرد يتمرد ويخلي حتى الطرف الآخر يتعب وبعدين يستسلم، يخلي له كامل الساحة. نعم. لذلك سي خالد إن شاء الله يكون هذا المتعامل معك المتعاقد معك يتابعنا ما دام طلبت التوجيه والإرشاد الشرعي والقانوني، إذن يجب عليه أن يقدم لك الفارق، أن يعوض لك الفارق 70 مليون هذا حسب تقييم الخبير المختص طبقا للشريعة كما قلت، وطبقا للقانون، وبالذات المادة 414 من القانون المدني الجزائري. افتح المادة تلقى الحل ثم جاز الحكم بالتعويض كذا وكذا، لأن الفارق هذا فارق. ما دام في فارق خلاص. إذن شرعا وقانونا لازم يقدم لك هذا التعويض. إذن هذا هو الحل الشرعي والقانوني للخروج من هذه المشكلة. في حال ما إذا رفض وأصر على رفضه، هنا عندك الحق في فسخ معاملة المقايضة. الشرع معك والقانون معك، في زوج معك، وضميرك يكون مرتاح. وحنا نتمناو أن هذه المعاملة تستمر. لماذا هذه المعاملة يكون في هذا أن النكوص وهذا التملص من الالتزامات؟ لماذا؟ ولو ناس يخافوا يقول لك ما نبيع ما نشري ولا شيء. دكتور عندما تتعلق الأمر بالمصاريف وواحد يجبد من جيبه ويزيد ويرجع الديون كما تكلمنا في الحلقة الماضية، واحد عندما يتعلق الأمر بالتعويض ولا بالأموال يا إما يتراجع يا إما يتملص. والله أحيانا بعض الناس ما يبقوا لا مبدأ ولا قيمة لا رجلة ولا شيء. كي تقول زيد له برك 100,000 500,000 يقول لك لا دراهم ما نمس عليها سيدي. ولكن الورث يدير لك شرط، يقول لك نقبل التخارج ولكن بشرط ما نمد ولا شيء، ويختار ماذا يريد هو. كي تقول له نعم الشيء اللي ديته انت راه غالي بزاف لازم تمد الورثه الاخرين الفارق وكذا، يقول لك انا ما نخرج دراهم عندي دراهم وهكذا. للاسف الشديد. اما اذا كان رفض واصر على رفضه عندك الحق سي خالد باش تفسخ هذه المعامله شرعا. عندك الحق، قانونا عندك الحق، وضميرك يكون مرتاح. ونتمنى باش ما يكون لا نقض ولا شيء، نتمنى ربي يهديه باش يطبق ما استمع إليه شرعا وقانونا. نعم دكتور بارك الله فيك. المهم أن يكون الضمير مرتاح. يقول سعيد هناك اتصال. سعيد من البليدة. فتيحة. ألو، السلام عليكم. فتيحة من البليدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فتيحة من البليدة، وش راكم؟ يسلمك يعيشك. لاباس الحمد لله. سؤال عليك. الحمد لله. أختي عندك مشكل ولا اختي؟ لا أنا ما عنديش مشكل. أنا عيط باش نرد على الأخت وهيبة.
ترجعي للأخت وهبة. نعم. الأخت وهبة نعم، على قطعة الأرض تاع اللي هضرت عليها. من أنت فتيحة إذن؟ طرف في الخلاف؟ أنا الأخت الصغرى لزوجها المرحوم. أنت لوست السيدة وهبة اللي اتصلت من العاصمة. نعم، على قطعة الأرض، على الخلاف تاع على قطعة الأرض. مرحبا بك أختي، رانا نسمعوا فيك. نعم. أنا بس حبيت نوضح واحد النقطة. توضيح. ما حش نهضر على اللي هضرت عليها، على التراب اللي سمحوا له خاوته، على هذه كاع ما نهضرش عليها انايا. انا حبيت برك نفهمكم حاجه. هذا التراب اللي تهضر عليه صح تاع الاب، بصح الانكم عندها الانكم. ما سمعناكش مليح فتيحه. فتيحه تاع مسح الاراضي. فتيحه فتيحه مجهول. هذاك الارض، هذيك قطعه الارض كانت مجهوله. فتيحة فتيحة ما تتقلقيش فتيحة، صبري شوية بالعقل. في الأول ما سمعناكش واش قلتي في الأول، الجملة الأولى هاد التراب تاع الأب، ومن بعدها ما سمعناكش مليح، وضحي لنا من فضلك. ومن بعدها هذيك قطعة الأرض كانت مجهولة، مديونة. قطعة الأرض مجهولة. مجهولة نعم، قطعة أرض مجهولة، واضح. مجهولة نعم. جازوا تاع مسح الأراضي لقاوها مجهولة. من بعد خوالي الله يرحمهم في زوج راحوا هما لعند لاكاداستر تاع مسح الاراضي. نعم. وهما سمحوا في حقوقهم، هما اللي سجلوا هذيك الارض على 4. فهمتيني؟ نعم. ماشي احنايا ما كناش عارفين. انتوما ما كنتوش عارفين، ما على بالناش واش كاين. كي ماتوا خوالي، كي ماتوا الاخوه، كي ماتوا الاخوه جات هي وهبه جات لعندنا قالت لنا هذه قطعه الارض الاخ الكبير راه سجلها على اسمه. نعم. قالت لنا ونسجلها على اسمه. هي جات قالت لكم هكا. رحنا لعند الورثه تاع الاخ الكبير. نعم. سقسيناهم اسكي صح ولا لا. قالوا لنا ما على بالناش. بدينا في اجراءات تاع باش نقسموا هذا التراب. عادي كانت معانا ومن الاول حنا في 4 درنا لافوكا واحد وحضرت معانا الجلسه الاولى مع لافوكا وفهمنا كلش. نعم. وكاين محضر فيه كل حاجه، هي وقعت عليه وقعنا عليه كامل. نعم. بالاتفاق تاعنا في الاول، حنا ما راناش عارفين واش كاين. كي رحنا عند لاكاداستر وجبنا هذاك لي فيفونسي لقيناه بلي مكتوبين في 4 وبلي الاخوه هما اللي كتبوهم في 4. فهمتيني؟ معناتها الاخوه هما متنازلين على حقهم، حنا ما كناش عارفين. هما متنازلين نتوما ما على بالكمش. نعم. حنا ما على بالناش، حنايا رايحين نتمشاو عادي. ومن بعد نتمشاو عادي والقسمه تكون للذكر مثل حظ الانثيين، وعلى بالنا كامل بهذه القسمه الشرعيه. نعم. ما راناش ضدها. بصح مادام الاخوه هما اللي سمحوا، كيفاش حنا نمدوا خويا سمح لي، كيفاش نمد حقي؟ فهمتيني؟ هو خويا في حياتي سمح لي. اذا هذه معلومه اخرى دكتور. مادام خوك سمح لك كيفاش المعلومه، مادام خوك سمح لك كيفاش سمحتي في حقك. نعم. هذا هو الاشكال. هذا واش كنت حابه نزيد غير هذه النقطه. حنا هما ماتوا في 2010، واحد مات في 2010 والثاني مات في 2011. ربي يرحمهم برحمته الواسعه. في 2005. فهمتيني؟ ربي يرحمهم برحمته الواسعه. انت وضحتي امر، ودك الدكتور سعيد بوزري شوف القضيه الاولى والثانيه. فوالا بك هو يحكم على كما سمع من الطرفين. انا ما كنتش حابه يسمع غير منها هي، يسمع من الطرفين. هو يقدر فوالا يقدر يعطينا نصيحه. هو متعود يسمع من كل الاطراف. فتيحه من البوليده نشكرك، بارك الله فيك. هذا يعني انه راكم تبعوا في البرنامج، ومليح انك اعطيتينا يعني معطيات اخرى. ربما الدكتور حب يسالك سؤال فتيحه، ما تقطعيش من فضلك. بنت من الاخت فتيحه؟ انا بنت من؟ انا يا لوستها، ماشي بنت هاك شويه، انا لوستها. انت لوستها؟ انت انا خذ زوجها. انا خذ زوجها يعني كتبنا لوستها. نعم راكي في الفريض. نعم. نعم. خذ المرحوم. المهم هذا الاتفاق، هذا التنازل كان صار في 2005 هكذا الاخت فتيحه؟ صار في 2005 وهما توفوا في 2010 و2011. ان شاء الله. بارك الله فيك. هي حبيتها بس هي تتحقق بنفسها. هي راهي هنا في الجزائر وما على بالهاش. ان شاء الله. احنا رحنا للبلاد وتحققنا بنفسنا. هي قبل ما تروح تدخل في الشرع وتضيع وقتها في باطل، هي ماذا بها تتحقق قبل. معليش. خاطر لو كانت تكون هذه المعلومه صحيحه، نكون انايا راني عطيتها معلومه جديده بالك هي ما راهيش عارفتها.
المستقبل. بارك الله فيك. باش ما تضيعش وقتها، هذا ما كان. ان شاء الله، ان شاء الله واحد فيكم ما يضيع ان شاء الله وقتها ربي يفرح على خير. وقته يا فتيحه. هذا ما كان حتى مشكل ما بيناتنا، نروحوا نحلوها. الحمد لله، هذا هو المهم. في الاول متفاهمين باللي في التراضي، والصلح خير ان شاء الله، والصلح خير. هذه هي ان شاء الله هذه ربي هي. يوفق بيناتكم ويكون الحل الشرعي. وراح تسمعي للدكتور. بارك الله فيك فتيحه من فيك بركة، البليده اللي أضافت يعني نقاط في قضية اللي عرضتها السيدة وهيبة من العاصمة. نأخذ اتصال من ديار الغربة، ما نخليهمش يسنوا بزاف. حياة من فرنسا، السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام. تعرفي اليوم راني فرحانه بزاف بزاف اللي شديتكم. الحمد هذه لله وحدة. الحمد لله. راكي تسمعيني اختي؟ أنا نسمع راكي فرحانة كي شديتينا. الحمد لله يا ربي. والله العظيم سي لا بروميير فوا صافي شحال مختاره نساي سورتو سي سعيد بويزري سي سا. نعم دكتور سعيد بويزري. نعم دكتور سعيد بويزري. والله العظيم فريمون راني فرحانه فوق اللازم. راكي فرحانة. عندي بزاف دي كيستيون ا بوزي. سا سخي بيان ولا عطيني النيميرو ديالو باش نتيليفوني له، يعني نهضر معاه دوكا دي شوز سامبل هكذا. مي حبيت عطيني النيميرو ديالو سا سخي بيان سي ان فيكس كوم سا جي بارلي دي شوز غدوه ولا ان شاء الله نهضر معاه. شي با سي يا با دو بروبليم. الرقم دوك يعطيو لك. عندك سؤال؟ نسقسيه على واحد الشغل برك. حبيت نسقسيه واحد الاسئله برك. تلمو فرحانه. ابداي بسم الله. بسم الله انا نسمعوا. بسم الله. حبيت برك نقول لك انا عندي الشيخ ديالي الله يرحمه صافي شويه ماشي بزاف، واحد نقولوا ان موا. اي عندي انا زوج الواسي واسمو واش بيه شيخك؟ مدام هضري ديريكتومون. واش بيه الشيخ ديالك؟ حبيت نقول له برك بالقبيليه هكذايا سينيغ. مساء الخير دكتور بويزري. مساء الخير عسلامة. الو او يسمع فيك تفضلي. سيرسيني روسان اقسنا تروساتين اخذوا الغازي صافي 3 وراش سنه تقشيشين. الو خلال الحوايج كيفضل تناكيس يقيمت الزيت 8 ساعه يما ساعه ما تعني في مصافي لونطون. هذا بس يعاود. الو نجلس عامل معايا صار الزيت ساعه ناكل شغاله تاكل. من بعد يتجاد كان الزيت اسم غارسني. الو اسم غارسني سوري لا بزاف الزيت عندنا واحد 200 لتر ناقص 300 لتر. اسكو الزيت ني افضل ناقص في الطوناره باسكو امغار تما مغار الزيت مغار سني. الو غير الثاني والنام ديالها قبل ما نفضوا الزيت ني مغار سني كاين غير نورمالمون ونزميرات نفضوا باسكو مقلاق الحياتي سي نس. سي بور سا هذا المكان اسكو تعمل الحلقه تظن سمحي زيتك وثيلان كنت غير حتى في قسم اسكيريتيد ما بارك ما تدفكي صاريد وقيعه حياه الحقيم حياه زيتك وثيلان بمغاري من غنتمغار ثيس. وي بمغاري وتما تنطوش مبابات من بركاتي صافي زيتك بمغاري ما وي وي صافي سي بون اجبتي نفسك بنفسك. صافي بمغاري ما وي بمغاري وتما تمغارتي وبمغاري زوجين. الوغ تمغارتي هضره في الزيت. نو الزيت وثيلان. الزيت وثيلان وي يسكن تمغارتيم نغب بمغاريم بمغاري سي نورمال. خلاص إما لا تصدي ريث فضان كلشي ياكل باقي وفضان كلشي فضانت. فضان كرا الحوايج كمية كامل معايا صار ما زالت فضارة باسكو ماشي لحاجة راه فضون جانت سنينات الخدمة راه خدمة ديالنا. كلام بواشارة كويس يسعى خام دغني باغاي فضون خدمة كنوتير اي تو. اوكي. الى وين فضان الى وين فضينا له. وي لا وين فضان اسمها لاني خامن ساعان العقوزنا كويس فضان تما اشياء زمرينا كويس ويجيني مازال عادي انا راه شغلي مي زيتني كان يقلنا كني بمغاري يرساني ونان دوبليجات نفضو ابغى كازي وين يس نورمالمون ساعه مره ضربات الزن بزاح قيس. ستسمعين الجواب باش غتصل داوت ما تصل. تورن صغيره ملي ما ساعه الحقنا وساعنا لا. يسهل لا تصل داوت ما تصل. لا واضح. حتى تورن نخدم مع فرنسا 3 سنين كوني تورن زعما نغدي ساكن نقينا في فرنسا زعما نغدي ساكن لحق بمغاري ود نساوي صافي توجور بطون تاع 3. اوكي واضح. حياة من فرنسا.
تابعي البرنامج. هاد النيميرو تاع اللي عطاه لي في الكونترول زيرو نيميرو ديالو، نقدر نتيليفوني له غدوه ولا غير غدوه هكذا؟ تقدري تتصلي به، على. حياة من فرنسا، وباش توضحي له بعض التفاصيل اللي ما امكنش انك تتكلمي عليها في البرنامج. بارك الله فيك ونشكرك على اتصالك حياة من فرنسا. صحة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة بزاف. ان شاء الله، وخليك فرحانة حياة. ميرسي بوكو، شتي فريمون منورة داري فريمون. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا حياة، شكرا. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. بارك الله فيك، بارك الله فيك. فريمون منورة الشاشة الجزائرية كما يقولوا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. يسلمك. كونتنت بوكو على كي شديتكم. يسلمك، بارك الله فيك. على بروشان ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله، السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا حياة من فرنسا. دكتور، باش نتحكموا في الوقت ربما نمتصوا القضيه تاع السيده وهيبه والسيده فتيحه من البوليده، ثم نعود لاخذ الاتصال. عرض القضيه الاولى بالنسبه لنزاع حول قطعه ارض، سيده وهيبه ثم السيده فتيحه من البوليده. تفضل دكتور. نعم، اولا الرجاء التركيز معايا مليح، يعني سواء الأخت وهيبة ولا الأخت فاتحة ولا جميع اللي تعنيهم هذه المسألة. نعم. أولا نعطيهم مسألة منهجية، حاجة في المنهج. احنا البرنامج كما تجي لي دوني المعطيات نجاوبوا على حساب المعطيات. نعم. نعطي لكم مثال. لو كان يجي درك واحد يسألنا يقول مات أبي وترك زوجتان وبنتان وبنت ابنين وأختان وأخان، كيما يقول حنا نجاوبوا لي دوني هذو كنجاوبوا جواب نتاعنا على في ضوء المعطيات. ولو كان يجي واحد آخر يقول لا راه نسى وارث آخر، نعاودوا هذيك الفريضة على حسب المعطيات. كأنني أقول لجميع المشاهدين والمشاهدات أعطونا المعلومات الصحيحة وتسمعوا الإجابات إن شاء الله تعالى الكافية الوافية الشافية. هذا من جهة، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية القانونية. من جهة أخرى أنه إذا كان أي واحد أعطى مسألة وواحد آخر عنده اعتراض ولا عنده إضافة، مرحبا به يوضحها. نعم، يوضحها سواء في الحصة ولا بعد الحصة. كل وسائل التواصل راهي موجودة وحنا نجيبوها بكل شفافية، بلا ترونسبارونس توتال كيما بغاو. نعم، كيما بغاو عادي. والابواب مفتوحة. طبعا ما نذكرش الاسماء، عندنا ملفات راهي موجودة هنا بشعار والصلح خير، ولكن ما تشوفوا والو. درك اي واحد طرح سؤال تاعو ربما القضية بين ايدينا نجبدها مباشرة. الاسماء تذكر لي برينو، ولكن الالقاب لا تذكر باش نحافظوا على السرية. والبرنامج والصلح خير يحترم هذه الأمور جدا. الآن أعود إلى معطيات القضية. طبعا إذا كان أي واحد يعني ممكن تقاطعين أخت نجاة، يعني باش ما نخليوش يغيظوني من زونيتي نتاعهم، باش مرحبا ونشفع على هذه الأمور، ما كاين حتى مشكل. نعم. نقطعك دكتور إذا. نعم. معذرة دكتور. جمال من بجاية، أليس كذلك سعيد؟ نأخذ اتصال من بجاية. السيد جمال، مرحبا بك أخي الكريم. جمال، السلام عليكم. جمال من بجاية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك خويا في برنامج والصلح خير. نعم. الله يسلمك، بارك الله فيك وفيك بركة. السلام عليكم وعلى الشيخ سعد بوجري. مرحبا بك. السلام. الأخت في الشيخ على واحد القضية. نعم. تفضل. يستطيع أنا عندي مشكل منذ 10. معليش نهضر بس كنت راح نقول لك بالأمازيغية أحسن. تفضل. مشكل. نعم. تفضل. المشكل يعني اللغة، يعني صراحة استغربت. يلا. نعم. تفضل جمال. تفضل جمال، أنا نسمع فيك. تفضل خويا. الله يسلمك. برك عندي المشكل منذ 10 سنوات. استطيع كما نقول مشكل نفسي. هيا كان مشكل نفسي. 10 سنين استطيع سفر شوية. نعم. استطيع زعما هكا دعوة لوينات تخماس الدين دعوة لوينات مي واش من هو استطيع زمير غير هذا الوسواس القهري. هيا الوسواس القهري. نعم.
استدير المرحله استدير ظهر شويه صغري هي استدير كمل كان المرحله انا المغاشة كان استدير ظهر لا مي واش من هو وزمير هذا مي كيقرا اسمها الكونسونتري استدير الوينات نعم وغادا غيمانيو في العباد وغادا غيمانيو خرها الخدمه بزاف صوالح الحياه. واضح سي جميل. فدار تشائم تشائم الحياه تاعها. كلشي غادي يدابر كان. كلشي اسود معلي واضح سي جميل. منذ براسك استوديو واحده 10 سنين هكا. 10 سنين نعم. حتى اليوم. ان شاء الله ربي يشافيك وينحي لك. ربي يشفيك سي جمال اخويا، ربي يشفيك ونعطيك بعض التوجيهات وان كان المشكل نفسه يطرح على اهل الاختصاص. نعم. ولكن نعطيك توجيه فقط فيما نعلم. نعم. ربي يبارك فيك ان شاء الله. سعيد هل نواصل في الاجابه ام ناخذ الاتصال اللي قلت عليه من عين الدفله؟ زهره من عين الدفله. السلام عليكم اختي الكريمه. السلام ورحمة الله أختي. مرحبا بك معنا في برنامج والصلح وخير. زهرة تفضلي. الله يسلمك أختي. نعم. مبروك عليك العمرة. يبارك فيك يبارك فيك. لا بالك إن شاء الله. حبيت أختي واش حبيتي؟ حبيت نتصل مع الأخ مع الدكتور. حبيتي رقم التليفون؟ نقول له باللي نعم. حطيت عنده شي عنده ونحب نشوف يعني وين راهي واصله القضيه. نعم. ما تقطعيش المكالمه مع زهراء، دوك يعطوك رقم التليفون تاعو مباشره. اوكي؟ صحيت. صح بارك الله فيك، وان شاء الله يتيسر الامر بالنسبه للقضيه تاعك. دكتور نعود الى وهيبه وفتيحه. الان نجاوب على حسب المعطيات نتاع الاخت وهيبه، ثم من بعد ناخذ في الاعتبار المعطيات نتاع الأخت فتيحة. هكذا باش حتى المتتبع والمشاهد يعني يسمع الجوابين معا. نعم. وهذا الجواب يكمل الجواب الأول. بالنسبة للمعطيات نتاع الأخت وهيبة، قالت باللي شيخي مات في 1993 وترك بنتين وترك ابنين. هذا واش خلاه؟ إذن الفريضة نتاع هذون للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. معناه أصل المسألة هنا 6 خطر زوج أبناء هذوك في 2 عندهم 4 وزوج بنات، معناه المجموع 6. طيب من بعد كي مات الابن في 2010 طبعا بعد وفاة المورث، والابن هذا اللي مات في 2010 ترك زوجة وابنا وابنتين. هذو هما الورثة نتاع النصيب نتاع حصة الابن الذي مات في 2010. أما الابن الذي مات في 2011 بيناتهم حوالي 9 شهور كما قالت الأخت وهيبة، عنده زوجة وبنتين وابنين. حصته توزع على زوجته طبعا الثمن، والأولاد الباقي تعصيبا طبقا لقاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الشرع. طيب أما البنتين هذو كل نتاع الشيخ الأخت وهيبة، طبعا قلنا في الفريضة في البداية يأخذوا النصيب نتاعهم بالتعصيب بالغير طبقا للقاعدة التي ذكرناها. ووجود الخطأ في الدفتر العقاري هذا أمر ماشي غير عندكم، موجود كثير في كثير من المناطق عادي. إذا كان خلال العامين الأولين يكون تصحيح إداري على مستوى المصلحة المختصة نتاع مسح الأراضي. إذا كان بعد ذلك يكون تصحيح عن طريق القضاء برفع دعوى مستقلة لإبطال الدفتر العقاري هذاك. لماذا؟ الذي أعطى بالربع لكل واحد، لأنه يخالف الفريضة الشرعية. ويمكن إرجاع حتى الدعوة المرفوعة على مستوى المحكمة إلى غاية الفصل في هذا الموضوع نتاع الدفتر العقاري يكون أمام المحكمة الإدارية. أمام المحكمة الإدارية. طيب الآن علاه باش يتصحح الأمر يولي يطبق الفريضة كما راهي في الشريعة الإسلامية 100%. هذا الآن أنا جاوبت الأخت وهيبة باختصار.
أما بالنسبة للمعطيات اللي أعطتها الأخت فتيحة، هي قالت الأخت فتيحة بلي في 2005 نعم هناك مكالمة. توقف عند 2005 دكتور. نعم. معذرة. نأخذ اتصال من فرنسا من سيد أحمد، ثم نعود لفتيحة من البليدة. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم. مرحبا بك سيد أحمد في برنامج والصلح خير. نعم، عندك قضية سيد أحمد؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل سيد أحمد. وي أنا نسمع فيك. سيد أحمد. سيد أحمد رانا نسمعوا فيك. نقص التلفزيون تماما باش ما يكونش الصدى، باش نسمعوك مليح. ألو. نعم الحمد لله. واش انتم راكم ملاح يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. وانتم راكم ملاح في ديار الغربة؟ سيد أحمد. وي أنا نسمع فيكم. نقص التلفزيون باش نسمعوك كوريكتومون. اوكي ما كاينش مشكل. عود الاتصال سيد أحمد من فرنسا، وكل متصل يتصل بنا ينقص للتلفزيون نهائيا باش ما يكونش الصدى ونسمعوها جيدا. فتيحة من البليدة دكتور. نعم، إذا الأخت فتيحة من البليدة يتسنى دكتور. نعم قد كان لوستا يتسنى. نعم عندها حق تصل. نعم. ونقول لها بارك الله فيك. نعم. لأنه احنا كي تكون هكذا روح الرياضية وكانت متفائلة اللي عنده توضيحات مرحبا. نعم. وصدورنا تسع كل التوضيحات. مرحبا بكم العسلامة نون. هي قالت بأنه الإخوة أو الأخوان في 2005 تنازلا عن حقوقهما. إذا كان أي واحد في حياته تنازل عن حصته أو عن جزء من حصته بمحض إرادته بلا إكراه ولا شونطاج بالفرنسية. نعم. بلا إكراه بلا حيلة بأي شيء، هو حر. سبحان الله. حر. نعم. يقول لك حقي مثلا باش ياخذ قيس طاولة هذه، يقول لك لا أنا أخذ قيس ربع هذه الطاولة. هو حر. نعم. يعني مادام بقواه العقلية كاملة عنده حق يتنازل. انتهى الإشكال. فبالتالي إذا تحقق هذا الأمر يا الأخت فتيحة ما كان حتى مشكلة. لذلك أنا أدعوكم جميعا وإن شاء الله كنتم تبعوا فينا، ربي يحفظكم ويستركم وينصركم وتلاقوا عائلة واحدة. ولي دوني هذو المعلومات خليوها تسيركولي بيناتكم، تلاقوا على طاولة واحدة. اللي عنده معلومة يعطيها، اللي عنده خبر يعطيه، واللي عنده شهادة لازم يقولها. تفيد ربما. لا يجوز نكران الشهادة. لا يجوز واحد ينكر الشهادة. نعم. نهار اللي يكون عندكم كل المعطيات، فإذا كان ثبت بالأخوان هذا التنازل خلاص انتهى الأمر. نعم. انتهى الأمر. معنى نقول لكم لا، نحن نعرض خدمتنا. إذا كان فريتوها بيناتكم وبحضور هذيك الخبيرة اللي راهي معاكم، وبحضور المحامي، بحضور الناس الخير وراهم موجودين بيناتكم، تفريوها الله يبارك وتجيبوا هذه الشهادات وهذه المعلومات اللي قلتها الأخت فتيحة واللي قالتها الأخت وهيبة، تجمعوا كاع المعطيات في طاولة واحدة وتفرى إن شاء الله بالخير، وتحافظوا على أخوتكم على أرحامكم. ما تنسوش باللي لا يجوز لكم ولا يجوز لنا، لا يجوز للجميع أن نقسم ما لا يقبل التقسيم. أريد زارة أنفضوا ثيمات، أريد زارة أنفضوا إذمم، ما تسمورث أو تزمورث ذي الحقنا أتنفضوا على حساب الشرع ربي سبحانه عز وجل. هذا واش نقولكم، والبرنامج راه في خدمتكم. نعم. مرحبا بكم، خذوا هذا التوجيه طبقوه إن شاء الله. إذا احتجتوا أي خدمة من خدماتنا فنحن في خدمتكم وفي خدمة غيركم بقدر الاستطاعة والإمكان. بارك الله فيك أيها الرجل المصلح. كما قلت في البداية، الرجل المصلح دائما يضحي بوقته بماله بجهده من أجل إصلاح ذات البين. سيدة من فرنسا حياة اللي تحكي على الشيخ ديالها وتكلمت على الزيت دكتور. نعم. الأخت حياة من فرنسا. زيت زيتون دكتور. نعم. زيت زيتون. هذا الزيت زيت زيتون ماشي زيت زمور دكتور. زيت زيتون يعني أصلي. نعم تفضل. أولا الملاحظة الأولى أنه كيما الشيخ الله يرحمه
وكذا عنده أبناء وعنده 3 أبناء وعنده بنتين إلى آخره. كاين أشياء قسموها وكاين أشياء ما قسموهاش. اللي ما قسموش مثلا ما قسموش المعصرة هذه يخدموا بها مليح ما كاش حرج مادام هي راهي وسيلة إنتاج يتفاهموا يخدموها جميعا ويقسموا الغلة ويقسموا الأموال الله يبارك المردود نتاعها. هذه طريقة. وكاين اللي يقسمها عام بعام كل واحد بعام نتاعو يعني كيما درتوا هذا صحيح سي ليجيتيم شرعا يجوز. وقلت الأرض والأشجار ومازال ما قسموهاش وفضينا لها كل شوالك. ولكن الزيت سألتك يا الأخت حياة هل الزيت هذا نتاع شيخك؟ قلت نعم. أنا نقول لك كل ما تركه شيخك بين قوسين يعني بابة الزوج نتاعك الله يرحمه كل ما تركه فهو ميراث من عقارات ومنقولات وألبسة وزيت الزيتون والفراشط واش خلى كامل إلا إذا تنازل. يجي واحد مثلا ورث يقول له شوف هذا الصالون بما فيه المتاع التلفزيون والثلاجة وأثاث نتاع المطبخ كامل خليوه العجوزة. أنتم أحرار هم أحرار ولكن يكون برضا لازم يعرفوا هذا الناس. أما بالنسبة للزيت اللي خلاه الزيت هذا 200 ولا 300 لتر هو يدخل في الميراث. نعم. إذا كان الورثة بإرادتهم تنازلوا ان ديزيستمون توتال يعني. توتال. نعم. يديزيست يقول هذا الزيت تديه للمراه نتاعو. نعم. الله يبارك. ولكن كما قلنا بلا شونطاج بلا لاباراسيون بلا والو هكذا. أما إذا كان ما كانش هناك تنازل يقسموه على حسب الفريضة نتاع الشرعية كما قال شرع ربي أكيد دينا غاول تما شرع سيدي ربي أما تسمور ثم تزمور ثم دخان ما تحانو ثم يدري من أما الزيت أكل ما إلا وكي قارن ستريكا هذه يفضو على حسب الفريضة ثا الشرعيث وني جانس الفغيسي جاسي الحقيس أثي عن ربي ولكن أريد جزارة سيني الفنقة تجاض خاطئ ذي الحقيس يبغى ثيوي ذي الحقيس هذه يفضو من الزيت أكي على حسب الفريضة ثا الشرعيث. بارك الله فيك دكتور. مفهوم. جمال من بجايو إن كان السؤال في غير نطاق البرنامج ولكن يقول منذ 10 سنوات يعيش مشكل كبير ليتعلق بالوسواس دكتور لكي نأخذ الوقت للرسائل. تفضل. نعم. دكتور. الأخ جمال من بجاية ثم زورتك ديوار بشفى إن شاء الله يبوتي داوكي موضان مرة ولكن لهلاش قيت 19 سنين الوسواس القهري ذيون ضطان يعني ضطان يوارنا تصل طبعا التوجيه بزاف اللي يعانيوا منه دكتور الوسواس. يعني الوسواس هذا كان اللي على الماء كان على الوضوء كان على الصلاة وكان على النظافة يعني وسواس خطير يعني. وأحسن علاج أولا أنا أوجهك إلى الطبيب النفساني البسيكولوج. البسيكولوج اللي مختص في هذا الموضوع. نعم. هو أولى أنه مختص. ربي قال فاسأل به خبيرا ولكن البرنامج يعطيك غير توجيه خفيف اللي هو أنه أحسن حل لعلاج الوسواس القهري أنك تصرف النظر عنه ولا قال السمحة صدا شو ديقار ولا تبني عليه أحكاما. إذا كان واحد عنده وسواس على الغاز مثلا يغلق الغاز هذاك 20 مرة يروح يغلقه يروح يريح شو يقولها وقيل ماشي مغلوق ولا واحد على الباب يعني طول الليل هو يدير نافات يطلع ويهبط ويغلق. نقولوا الحل أنه صرف عنه النظر رحت غلقته مرة والسلام ولا حتى ما تغلقوش انت خلي أهل الدار هم اللي يغلقوه ولا اللي عنده الوسواس في الوضوء يتوضا 50 مرة في النهار. وعندنا حالات أكثر من ذلك وين يقول كان كل ما نتوضا يجيني الوسوسة ويقول روفير عود وطبعا ما كاينش حاجة يبغيها الشيطان كيما هذه كي تسمع له تاخذ له الراي هذا غيتحكم فيك يولي تيليغي تولي يحكم كيما تيليكوموند هذيك ديستانس يدير فيك واش يحب. لذلك نقول لك ولغيرك نقول صرفوا النظر عن الوسواس هذا وربي يشفيكم إن شاء الله وزيدوا شوفوا أهل الاختصاص ويفيدكم أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور بالنسبة لزهرة من عند دفلة أخذت رقم تليفونك. سعيد كم بقي من الوقت باش نخصوه للرسائل في نهاية البرنامج؟ 5 دقائق. القضية تفضل القضية دكتور للرسالة. يعني شحال بقى الوقت؟
5 دقائق. بالك نحلوا هذيك ونزيد. السيدة مريم أم يوسف من العاصمة دكتور تقول: تزوجت عام 2004 بزميل في التعليم، رزقنا ب4 أولاد، ابنان وبنتان. كانت حياتنا الزوجية عادية في بدايتها، يسودها الاحترام والتفاهم، ثم ظهرت بيننا مشكلة عديدة مردها إلى تدخل العائلتين وإلى سوء تقديرنا وتصرفنا. تسرع زوجي فطلقني قضائيا بحكم صادر بتاريخ 3 فبراير 2015. تألمت كثيرا لهذه النهاية المحزنة، لا أقدر على تربية الأولاد ال4 لوحدها. تدخل بعض الوسطاء ولكن بلا جدوى، لأن مطلقي استثقل الوساطة بعد صدور حكم الطلاق. أرجو التوجيه من الدكتور السعيد بوزري والإرشاد للتصالح مع والد أولادي، ولا أريد اليتم لأولادي، وكلانا حي يرزق. تفضل دكتور. إن شاء الله ما يتيتموش ولادك الأخت مريم. أولا هذا رقم 1. رقم 2، الله يبارك أنت تزوجتي مع واحد زميلك في التعليم، يعني أنت راكي تعلمي وهو يعلم. يعني بكل صراحة العلم هذا نستناو باش ينفع، لأنه هذا العلم لابد أن يكون نافعا، فإذا كان ما ينفعش يعني واش قيمته؟ نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قلت الله يبارك عندكم احترام وتفاهم، ممتاز، وهكذا تقوم الأسر. إلا كان الاحترام بين الزوجين يعيشوا حياة زوجية. معليش تنتابها بعض الأزمات والمشكلات، شيء طبيعي تماما، ولكن ما دام الاحترام والتقدير قائم بإذن الله لا ينتهي إلى النزاع، وما يتيتموش ولادكم في 4 إن شاء الله تعالى، ذكورا وإناثا. وبعدين تدخل عائلتين، طبعا تدخل العائلتين قلنا مرارا إذا كان عائلتين النصيحة خاصة بالنسبة لتدخل عائلة الزوج والزوجة نعم في الحياة الزوجية. العائلتين اتقوا الله. نعم دكتور. إذا كان قدرتوا تدخلوا إيجابيا باش تصلحوا بيناتهم الله يبارك بها ونعم. أما باش تفسدوا العلاقة بيناتهم غير بعدوا أفضل، بعدوا عليهم، خليهم وخاطبوا عائلات الأزواج نقول لهم اتقوا الله. إلا ما قدرتوش تجيبوا زيادة يعني إيجابية بعدوا عليهم. ماهوش بحكم القرابة تقول لازم تدخل، كما قال واحد قال ربي اللي قال حاكم لأهله، قلت ربي قال حاكم لأهله، يعني عنده الحكمة ماشي انت. انت ماكش مقصود اصلا. اذا كانت تجي الفتنه وتجيب معك العصا والكلام الجارح ما ينفعش. لذلك تدخل عائلتين، انت قلتي هذا السبب. سبب اخر قلتي سوء التقدير، يعني يعطيك مساحه الاعتراف، والاعتراف سيد الادله. معنى كنتي كهو. اشكرك على هذه الموضوعيه. قلتي تقديرين نحن، سوء التقدير، معنى كنتي كهو تحمل المسؤوليه. وبعدين صدر طلاق، تسرح للأسف الشديد، و4 ذراري يروحوا يتامى. وبعدين تألمت كثيرا، وطبعا ونحن نتألم أيضا معك حقيقة. وبعدين قلت لا أقدر على الحضن. طبعا ما تقدريش لا أنت ولا غيرك. يعني لو كان مات، لو كان الزوج مات ولا الزوجة ماتت يعني مسؤوليتها، ولكن مادام أحياء طبعا مانيش نقول خليوا هذا الطلاق آخر الحلول، الكي آخر العلاج. أما الوساطة الله يبارك أنا الخير دخلوا في الوساطة، لا ميدياسيون يديروا الخير. وزوجك هنا نقول له يعني إن شاء الله يا أخوي العزيز ربي يحفظك، لماذا ترفض الوساطة؟ لماذا تستثقلها؟ يا وربي سبحانه يقول لك خفيفة بزاف، أنت لماذا تستثقلها؟ إذا كنت تستثقل الوساطة ألا تستثقل يتم الأولاد؟ وراي زوجتك تقول لك والد أولادي، بابات أولادي، المفروض هذه الكلمة تهزك هزة، مازال راهي تقول لك بابات أولادي، تستنجد. إذن نقول لك اتق الله، الرجولة نتاعك خرجها في هذه واقبل الوساطة ورجع لزوجتك. ولكن ما دام صدر الحكم القضائي في 3 فبراير 2015 هذا طلاق بائن بينونة صغرى، إذن ترجعها بالفاتحة مع الشيخ الجامع، وزايد سيدي بابا تروح دير عقد جديد في الحالة المدنية وترجع أولادك، وذي جماعة ربي تسد ويثيروا، وإن شاء الله هو كذاك يفران أذرنا كثيرا وين نسن، وذي جماعة ربي تسد ويثيروا. أكا مثنى أكا ولت مثنى مريم أولي وردة ما وقما الحمد لله ما صار استغفر الله. دكتور رسالة أو رسالتين حتى يقول لي سيدي أحمد توقف. الرسالة الأولى نرجعها في المقايضة هذه، نقولوا يا ناس إذا درت المقايضة سلعة بسلعة الفارق لا بد أن يدفع.
شرعا 3 دقائق ما شاء الله. ما زال وقت سعيد وسيد أحمد. بارك الله فيكم. النجاة راهي جات من العمرة، زيدوا لنا شوية على جال العمرة. البركة دكتور. طيب سيدي أحمد اسمعني يا أخي، باش أنت ثاني ندعو لك واللي راهم مع كاع الفريق يروحوا كاع إن شاء الله العمرة، وجميع المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله. طيب إذا الرسالة الثالثة في المقايضة، إذا كانت السلعة أغلى من سلعة لابد من مراعاة هذا الفارق في التقييم في الثمن. التقييم في اللغة معنى التثمين التسعير، يعني كان الفارق لازم يدفع. أتدري لماذا؟ باش ما تكونش تحت قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا رقم 2. رقم 3 لا بد من إظهار العيوب الخفية. بعض الناس أخت نجاة ما يظهروش، يخبيوا. نعم. يخبيوا. إذا كان باع سكنة ولا سيارة ولا كذا عن طريق المقايضة وما يقولش العيوب اللي فيها. واحد يجي يبيع سيارة والآخر يجي يبيع سيارة. نعم. ويتلاقوا في السوق يقول سيارة بسيارة ولا شاحنة هذاك يقول مليحة وذاك يقول مليحة. كل واحد يشكر في سلعته. كون يقرص ديفونو يقبا ديفونو يقلهان بعد تقولي العجب تقولي في الخلاف. إذا لابد من الصراحة. إخفاء العيوب لا يجوز. نعم. لا يجوز شرعا وما فيهاش شطارة. كيما يدور بعض الناس يقول كان المهم اليوم نبيعها وبعدين ان شاء الله بعد سمانه ولا يومين ولا 3 ايام تحبس له وانا خاطيني ما تمشيش ما تترك. هذه شطاره هذه. يا وناس ولا غير البركه في الحلال. القليل هذاك اللي فيه حلال هذاك يعطي عنده البركه أكثر من كثير هذاك اللي فيها الحرام. هذه الرسالة الثالثة. الرسالة الرابعة نقول هذه الأيام نلاحظ بكثرة وربي يعلم مع هذه نخدمون بلا مزيتنا ربي نطمعوا في ربي فقط. نقول للناس اللي راهم يتواصلوا معنا لازم تصبروا. راه الفريق العامل في المكتب راه يخدم بقدر الإمكان. والملفات راهي موجودة والتواصلات أكثر من 100 مكالمة في اليوم الواحد. ليس بالأمر الهين، هذا على المستوى الثابت. أما على المستوى الهاتف النقال أحيانا تتجاوز 300 في اليوم الواحد. يعني لأول مرة نصرح بهذا الرقم وما قلت إلا القليل في الحقيقة، ولكن نحن في خدمتكم، ولكن لابد أن تتفهموا. ثم الواحد يجتهد شوية يا عجبة. نعم. ضرك أحد بعض الناس يجي يقول روح الجامعة سيدي اصبر استنى 2 3 يجي دورك. نعم. يقول لك ما نصبرش. نقول له اصبر يا أخي، أنا ما دام ثم لن أغادر المسجد حتى يغادر الجامعة. إذا نصبروا شوية ونتعاونوا إن شاء الله تعالى. ورجال الصلح موجودين ونساء الصلح موجودات أيضا، تعاونوا معهم وربي يحفظكم ويستركم وينصركم. بارك الله فيك دكتور، نشكرك جزيل الشكر على هذه المجهودات وهذا النشاط في استقبال هذه الخلافات والنزاعات من طرف الأشخاص. نظن نكون قد قضيتم، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. شكرا سيد أحمد، سعيد، إبراهيم، كلثوم وعقيلة والمصورين اللي معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.